سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. رمضان مبارك عليكم جميعا، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا أسوأ الأعمال. إن شاء الله تكونوا بخير وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. الوصفة تاع نهار اليوم جبت لكم فيها صوص رائع لتتبيل الدجاج بلا اللحم كيما تحبي، وصفة رائعة مكيش راح تندمي عليها. هنا حطيت في الميكسر تاعي ثوم وبصل وفلفل حار يا جوجة أحمر ومعدنوس ورشة ملح وشوية فلفل أحمر مرحي وشوية تابل تاع دجاج ومغرفة صغيرة تاع كركم وشوية فلفل أكحل تاني ما تنساوش. ولهنا كنت درت ثاني شوية تاع زيت كما شفتوا في البداية، كنت دايره شويه تاع زيت. ضروري ديري شويه تاع زيت راح يساعدك باش ترحي هذا الخليط هذا ويجيك كامل مرحي كيما بعضها. وزيدي له عصره تاع ليمون. هنا الليمون تحبي ديري نص حبه ولا ديري غير شويه. وما تنساوش ديروا كريم فريش كريمة الطهي. وثاني تقدروا تضيفوا لمطارد اذا عندك، الخردل اذا عندك، لما عندكش عادي تقدري تستغني عليه. الوصفه هذه وحدها بهذه المكونات راح تجيك بنينه. راح تحطي كل شيء في الميكسور تاعك وتخلطيه ترحيه عفوا بهذه الطريقه حتى تحصلي على هذا الصوص اللي تجي خاثره ويعني زاكيه في نفس الوقت. تتبلي بها الدجاج نتاعك ولا اللحم، لكن اللحم هنا تقدري تضيفي هريسه وتابل تاع اللحم، تقدري تضيفي طماطم كيما تحبي، لكن هنا انا درتها للدجاج فقط وما كثرتش فيها، ما درتش فيها طماطم. والفلفل الاحمر ما كثرتش فيها، درت فيها غير شويه باش يجيني حار شويه، يعني تجي فيه نكهه تاع الحراره. كيما راكم تشوفوا حطيت الدجاج تاعي في صحن وحطيت عليه هذاك لاصوص. شوفوا كيفاش جاي القوام تاعو البنات، روعه. تقدروا ديروا حتى الشاورما، هذا صدقوني بنين بزاف. راح نغطيه ونخليه يريح ساعتين ثلاثه، تقدروا حتى تخليوه يبات كيما تحبوا يعني. من جهه واحده اخرى انا جبت البلا تاعي لهنا، فرجته ورق الزبده. اهم خطوه يا البنات الوصفه هذه باش تجيك مليحه وما تتشربلكش هذا كامل لاصوص، يعني يقعد لك فيها لاصوص ما تجيكش ناشفه. ديري لها ورق الزبده في البلا تاعك هكذا باش ما تخرجش لاصوص هذيك وتنشف وتتحرق لك. واهم خطوه ثاني تفرشوا لها البصل كيما هاك. جيب البصل تاعك قطعي، انا قطعته دوائر صغيره دوائر صغيره وكبيره كيما راكم تشوفوا. حبه بصل وحده تكفي، وشويه تاع فلفل فقط للتزيين كيما راكم تشوفوا. فلفل احمر وفلفل اخضر تقدروا تستغناو عليه. وكنت قطعت البطاطا تاعي ثاني كيما هكا كيما راكم تشوفوا، قطعتها كبيره طويله البطاطا. جبت حبه واحده تاع بطاطا كانت كبيره الله يبارك زاكيه. قطعتها بهذه الطريقه، تبلتها بملح وفلفل احمر وفلفل اكحل وشويه تاع كركم هكذا باش تدي هذاك اللون الاصفر هذاك. وهنايا جبت الدجاج تاعي حطيته كيما راكم تشوفوا بعد ما قلت لكم خليته يتبل حوالي 1 ساعه فقط. انا كنت مزروبه وبقيه لاصوص حطوه فوقه هكذا فوق البلا تاعكم اللي فيه الدجاج والبطاطا. وشويه هذيك اللي تبقى لك في الصحن زيدي عليها شويه تاع الماء، حوالي نصف كاس تاع ماء ولا اقل ولا ربع كاس تاع ماء. ما تكثروش الماء بزاف خاطر الدجاج والبطاطا مع البصل وكل شيء راح يطلقوا شويه لاصوص، ماهيش راح تجيك ناشفه بزاف، راح تجيك يعني مليحه. كيما راكم تشوفوا انا درت غير ربع كاس عفوا تاع ماء. وراح نغلق عليها بهذه الطريقه ونزيد نغطيها مليح بورق الزبده وورق الالمنيوم هكذا باش ما تنشفلكش ويجيك الدجاج تاعك طيب طري وما يتحرقلكش. غير من بعد كي طيبيه وتعرفيه وجدلك نحي عليه هذه باب الالمنيوم ورق الزبده وخليه يتحمر بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. خليه يتحمر مليح على الجهتين، يعني بعد ما يحمر لك على جهه زدي قلبيه على الجهه الثانيه كيما راكم تشوفوا. وحطي ليه لاصوص هذاك لشتا شويه. انا هنا كيما راكم تشوفوا شوفوا كيف قعدت فيها لاصوص، ما قعدتش فيها بزاف لكن قعدت فيها لاصوص يعني للتغماس. ديري فوق الدجاج كيما هكذا باش يجيك يتحمر لك مليح، يجيك محمر مليح وفي نفس الوقت وهو يتحمر يعني راح يكون طري، يبقى يتشرب في هذيك لاصوص راح يجيك طري، يعني ما يجيكش يابس ما يجيكش ناشف من الداخل. الدجاج نتاعك راح تلقيه يعني يقعد طري. وخاصه الخطوه تاع انك تحطي له ورق الزبده، فرشي له ورق الزبده وتغطيه بورق الزبده، يعني تغلقي عليه، يعني هذاك البخار اللي راح يطلع منه راح يرجع
يبقى في السنيوة تاعك ماهوش راح يخرج، وفي نفس الوقت يعني ما يتحرقلكش. وأهم خطوة لازم يعني ديروها ما تستغناوش عليها هي البصل، فرشوا البصل هكذا باش ما يتحرقلكش الدجاج تاعك ولا البطاطا تاعك. كي تتحرق البصل ويقعد الدجاج والبطاطا كيما راكم تشوفوا الوصفة تاع نهار اليوم هايلة، إن شاء الله تنال إعجابكم وإلى اللقاء.